يمر توني كروس، تمريره ولا اروع على ستيفان كيستينغ. الله 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 الله. بالفعل الهدف 11 رقم 11 للاعب رقم 11 ستيفان كيستينغ. شوف الكرة، خطأ بالتغطية من دفاعات شتوتغارت، والهدف الثالث وبجدارة نحو الصدارة. حكم المباراة بالفعل يشير إلى علامة الجزاء، ركلة جزاء بعد هذه الإعاقة من ليمان. ستيفان كيستينغ بإمكانه أن يتقدم أكثر بباير ليفركوزن بصدارة الهدافين ب12 هدفا. نتابع الآن حوار الألمان ستيفان كيستينغ وليمان، نتابع الأعين والكرة داخل المرمى. يسجل الأهداف ناحية محمد زيدان، يخترق، ينطلق، يسجل جول. محمد زيدان صاحب الهدف، لكنها لمسة التانجو الأرجنتيني من جديد بسرعة. دورتموند يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، خطيرة جدا. بالقائم هذه المرة، ثاني مرة جول. أوفمويلا يسجل الهدف الثالث في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام، ما هذا يا دورتموند، ما هذا الإعصار في ملعب فولكسفاجن أرينا خارج الديار. أول مرة في القائم، ثاني مرة داخل الشباك. الهدف الثالث في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. فيليبلاني مرة داخل منطقة الجزاء، والكرة الآن داخل الشباك. الله، الهدف الثالث، والبايرن يطلقها صرخة. أنا البافاري فحذاري، من جنوني، من إعصاري، من غضبي، من ناري، حذاري، إنه العملاق البافاري. يا الله كم أنت كبير، كم أنت مثير، كم أنت خطير. شوف الكرة الآن، شفاينشتايجر لا يوجد تسلل إلى إيفيكا أوليتش، والهدف الثالث. 3 أهداف بدأت من فيليب لام، مرت إلى شفاينشتايجر وانتهت عند الكرواتي الجميل إيفيكا أوليتش. خطيرة جدا العرضية الآن، والرأسية من كوراني. خطير جدا، ممكن الهدف الأول. الله، شالكي يتقدم. شوف بوردون، الكرة البرازيلية إلى البرازيل الأصل، والهدف الأول في المباراة. شوف بوردون، الارتقاء الكبير من بوردون. دروبني يذهب في الجهة الأخرى، دروبني ورافينيا في منتصف المرمى في آخر دقيقة من المباراة يسجل الهدف الثاني لصالح شالكي، ويتقدم شالكي إلى الأمام في سلم الترتيب، بينما هيرتا برلين سيخرج من مدينة جيلسنكيرشن من الباب الخلفي، يعود إلى العاصمة. فيليكس ماجات المدرب الخبير. شوف الكرة بالإعادة، دروبني ورافينيا، وبمنتصف المرمى تماما الهدف الثاني لصالح شالكي. شوف حتى العجوز الكبير يعني يشجع النادي الكبير. هنا كرة بالراس. الله،